من فعل ماذا لأجل الأشرفية والشيخ مقصود؟ حلب من أقدم مدن العالم المعمورة والمأهولة لغاية اليوم، يعود وجود الكرد فيها إلى تاريخ عريق قديم قدم المدينة. ففي العصور الغابرة كانت حلب تحت سيطرة الحضارتين الهيتية والميثانيين، كما كانت عاصمة دولتين كرديتين الأيوبيين والمهدوديين. واليوم يقطن الكرد باكتظاظ في حيين من أحياء المدينة التي كانت عاصمتهم في غابر الأزمان، هما حي الشيخ مقصود والأشرفية. واليوم يرغم الكرد على التهجير القسري من هذين الحيين وإخلائهما. فوفق مشروع دولة تركيا تم إبرام اتفاقية على إخراج الإدارة الذاتية لروجافا كردستان سوريا وقوات سوريا الديمقراطية قسد والحركة الكردية المنظمة من غرب الفرات. وفي اجتماع باريس تم تفويض أحمد الشرع للإشراف على تنفيذ هذه المعاهدة. وحينما توغلت إسرائيل في ريف القنيطرة وأحكمت احتلالها على التلال الاستراتيجية، التزمت الصمت حيال وضع الكرد، مما لا شك فيه أن استبعاد الكرد من هذه المعادلة السياسية مؤشر خطير وسيء، لكنه ليس النهاية. المهم هو أن يتمكن المرء من الصمود والبقاء في الرقة ودير الزور والحسكة. لكن يبقى السؤال، كان بإمكان من وفعل ماذا من أجل رجافة كردستان؟ يتعرض الحيان البالغ عدد سكانهما أكثر من 400 ألف نسمة للهجمات الوحشية لما يسمى بالجيش العربي السوري منذ 6 من كانون الثاني الجاري. نزح نصف سكان الحيين وتم تهجيرهم قسريا، إلى أن عددا كبيرا من المدنيين ما زالوا يقاومون في منازلهم. وقد أبدى شباب الكرد مقاومة عظيمة ومشرفة في الدفاع عن هذين الحيين، من أربيل إلى جزيرة بوطان، ومن بوتشوم إلى ستوكهولم. وقف الكرد في كل منطقة تواجدوا فيها بألوانهم وأقوالهم الكردية لنصرة الشيخ مقصود والأشرفية. سخر الرئيس بارزاني كافة علاقاته الدولية وثقله السياسي من أجل منع الإبادة الجماعية والمجازر بحق الكرد في حلب، وكسب الوقت للقوات الكردية للاستفادة منه، داعيا الدولة التركية والحكومة السورية المؤقتة والولايات المتحدة وجميع الأطراف الفاعلة وغيرها للوساطة لخلق أرضية للحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية. مساعي الرئيس بارزاني انصبت في خانة تهيئة أرضية للحوار بين الطرفين، لكن أصدرت منظومة المجتمع الكردستاني كجك بيانا عاما من أكثر من صفحة جاء فيه: ندعو الدولة التركية إلى دعم الكرد في سوريا وتبنيهم، لأن هؤلاء الكرد هم أقارب كرد تركيا، كما تدعم تركيا التركمان عليها أن تدعم الكرد. هذا هو استخدام منظومة بكك لعبارة كرد تركيا بدلا من كرد باكور كردستان أي كردستان تركيا، مثير للجدل، إذ تشير العبارة وكأن الدولة التركية أبرمت سلاما مع الكرد في تركيا، وبالتالي من الضروري إبرام سلام مع الكرد في سوريا. كما يشير منظومة كاجكا أن رجافا كردستان ليس ضمن أجندات حزب العمال الكردستاني بككا، أو ربما يكون الحزب قد تلقى أمرا من إمرالي بعدم الظهور ضد هجوم الدولة السورية هذا على كرد حلب. رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أيضا حاول إعادة ترميم صورته المشوهة والمخزية والظهور بمظهر لائق وأشد جذبا، فأصدر بيانا لطمأنة الرأي العام وإبهاره قال فيه: بإمكاننا إرسال القوات، لكنه يعلم بالتأكيد أنه لا مجال لهذا الطرح الآن. فالاتحاد الوطني حول وغير الوضع إلى مادة إعلامية. عندما ننظر إلى الجبهة الكردية نرى بوضوح أن كلا من الأحياء الكردية في حلب، بل وعموم القضية الكردية في رجافا كردستان تقع على عاتق الرئيس بارزاني وقيادة قسد. وبالطبع الأهم هو أن تتجنب الإدارة الذاتية لرجافا كردستان الأخطاء التي ارتكبتها خلال السنوات 13 الماضية. كما يجب على كوادر بكك في رجافا كردستان الوقوف ضد برنامج أوجلان لقيادة رجافا كردستان من إمرالي وتركيا، حتى وإن لم يرفضوا أوجلان فعليهم قبوله فقط كزعيم روحي ورمزي، وأن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم وإرادتهم. يجب عليهم رسم سياساتهم بما يخدم مصالح رجافا لا مصالح بكك مع دول المنطقة. بعبارة أخرى، رجافا كردستان ليس بحاجة للخطابات الأيديولوجية أو الأيديولوجيات المغامرة أو تصدير الفكر والحرية إلى الشرق الأوسط بأسره
عليهم بناء خطابهم على روجافا وكردستان.